يعني ايه؟ يعني ايه تقطع على الناس الكهرباء في اليوم اكتر من مره وتقول تخفيف احمال والناس هلكانه من الحر وخربانه، في الوقت اللي انت بتقول عملت وسويت ووحدات ومولدات وعندنا توفير واحنا هنصدر كهرباء؟ ازاي هتصدر كهرباء؟ وازاي انت بتعمل تقطع؟ ولا انت بتقطع النور عشان الكهرباء توفرها من البشر وتصدرها بره؟ احبائي في مصر والعالم كله، تحياتي من قناة الصوت الصارخ. معكم دكتور وجيه رؤوف، ندافع عن كل إنسان مظلوم مؤمنا كان أو ملحدا. الخط الفاصل في كل قضايانا التي نتناولها هو الحق. نأخذ قدوتنا في الثورة على الظلم والطغيان من السائر الأول والأعظم، وهو القديس يوحنا المعمدان، أعظم مواليد النساء. مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة الرب. من فضلكم نطلب دعمكم بالمشاركة بالقناة وتفعيل زر الجرس. دمتم في رعاية الله. دكتور وجيه رؤوف. مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. الفساد يحكم مصر في عهد السيسي. اسمحوا لي بس. الفساد يحكم مصر في عهد السيسي. يعني مشاهد الفساد الحالية، طبعا الفساد احنا اتكلمنا على فساد كتير قبل كده. يعني اتكلمنا عن تران وصرافير، ده فساد، بيع تران وصرافير. صد النهضة بناء، ده فساد. غلاء الأسعار ده نوع من أنواع الفساد. الخطف القسري والسجن الاحتياطي لمدة 2 وأكتر ده فساد. عدم التصريح بالتجمهر أو التظاهر ده فساد. تصريح للضابط يقتل براحته ما يتحاسبش، ما هو ده فساد. كشوف العذرية ما ده فساد. أهمل البنية التحتية واروح ابني عاصمة إدارية، ما ده فساد. ما اعملش مستشفيات واروح ابني اكبر مسجد واكبر جامع، ما ده فساد. كل دي فساد كتير مش هتكلم فيه، لكن هتكلم بقى على الفساد الاخير والكهرباء اللي بتقطع دلوقتي. يعني ايه؟ يعني ايه تقطع على الناس الكهرباء في اليوم اكتر من مرة وتقول تخفيف احمال والناس هلكانه من الحر وخربانه، في الوقت اللي انت بتقول عملت وسويت ووحدات ومولدات وعندنا توفير واحنا هنصدر كهرباء؟ ازاي هتصدر كهرباء؟ وازاي انت بتعمل تقطع؟ ولا انت بتقطع النور عشان الكهرباء توفرها من البشر وتصدرها بره؟ حاجه من اتنين. ثم انت ازاي ما عندكش كفايه من الكهرباء وفي نفس الوقت رايح تعمل لي مونوريل وتعمل لي قطار كهربائي؟ طب انت ما عندكش كفايه كهرباء وهتنور ازاي اكبر نجفه؟ اكبر نجفه في اكبر جامع هتنور ازاي؟ هتنور ازاي؟ وازاي انك انت البلد، كل البلاد بيتقطع فيها النور اكتر من مره، والعاصمه الاداريه اللي مش مسكونه وما اتسكنتش منوره ليل نهار، والحفلات بتاعه تامر وستامر وغير تامر بالانوار والاضاءه، ازاي؟ 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 وبعدين انت بتقول يعني النحنحه بتاعت ديك العصر الحالي، يعني ان انا كفايه ان انا مش هديكم فلوس، مش هديكم، بس هديكم البركه. فين البركه دي؟ احنا ما شفناش بركه من ساعه طلعتك البهيه مهلت علينا يعني ما فيش بركه، ما شفناش بركه. ولا تقصد كشوف البركه والصناديق اللي بتتسرق اول باول؟ ايه البركه؟ احنا مش شايفينش بركه. الناس بتموت في مصر من غلو الاسعار. الناس مش قادره تاكل عيالها. الناس مش قادره تشغل مروحه. الناس بتتسلق. وعايز تترشح تاني. عايز تترشح تاني. يعني برضه من انواع الفساد. انا اتكلمت عن قهر الرجال ما حصل مع ايمان البحر درويش، اللي حصل مع فنان عظيم زي محمد صبحي. محمد صبحي الراجل زيه زينا، طالع بيبدي رأيه في الانتخابات، فطلعت منه بيقول يعني ادى فرصة لحد ممكن يكون احسن منك. هو قالها احسن منك يمسك البلد. يعني انت ادي فرصة ودي كلمة حق، لان المفروض انت ما تترشحش تاني. ايامك سودة من الاخر يعني. فلما يطلع واحد زي ده بيحب البلد، ومعلش
يعني محمد صبحي انا اضرب له تعظيم سلام. الراجل قدم فكر، وقدم مسرحيات، وقدم مسلسلات خدمت البلد. ما ننساش علي بن مظهر، ده فكاهي، سيبك من علي بن مظهر كفكاهي، لكن سنبل والمليون واللي عمله فعلا، المدينه اللي عملها الكبيره اللي سماها سنبل، وشوف كام الف شقه عملها الناس الغلابه المحتاجه، المهم عمل كتير. ونيس وايام ونيس والافكار الاخلاقيه للابناء وتربيه الابناء. فارس بني خيبان، واتكلم عن مخططات بتتم لمصر. انا مش هقدر اعدد كل الافلام وكل الانتاج اللي عمله محمد صبحي، لانه راجل يعني زخم من الانتاج. لكن ان الراجل يطلع يقول كلمه حق، سيب الناس تترشح، هو بينصح، لان هو الحكم الحالي هيخلص. بالعكس، انت لما تسلم البلد وتسمح بانتخابات، انت ممكن تخرج خروج امن. ما عملتش ده هتخرج خروج بس مش امن يا حبيبي، مش امن. فهو الراجل بينصحك لله. لا طبعا قهر الرجال بيظهر، لان مش محمد صبحي اللي هيقول جمله ويرجع فيه. تمت عليه ضغوط، طلع محمد صبحي راجل في السن ده المفروض يتكرم، ما يتضغطش ويبقى حبيس في بيته وتتمنع عنه الاعمال التلفزيونيه والاعمال السينمائيه. طبعا مع شركه المتحده تبع المخابرات، البلد كلها يعني اتشربت يعني. وده محمد صبحي مش اي حد، محمد صبحي اللي عمل افلام عن ايام صلاح نصر والتعذيب، يعني ليه تاريخ. لا يطلع محمد صبحي يقول انتوا فهمتوا كلام غلط، انا ما اقصدش احنا متمسكين بالرئيس السيسي وده 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 وده. لا، ما يطلعش محمد صبحي يقول الكلمتين دول غير لما يتضغط ضغط جامد جدا 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 جدا. طب ايه ده يدل على ايه؟ عيب، دي قله ادب. ليه تضغط على الراجل يغير رايه ليه؟ لا، ده انت المفروض تعمل له حلقه تانية يتكلم فيها عن نفس الموضوع ويقول وجهه نظره. الترشيح للاخرين هيدي ايه مزايا لمصر، وهيدي ايه مزايا للرئيس لما يطلع خروج امن. لكن يتقهر محمد صبحي في سنه ده يدل على ايه؟ ما يدل على ان فعلا البلد عصابه، واللي بيتم في البلد ده غير طبيعي، وده مش معقول. عيب. محمد صبحي ارفعوا ايديكم عن الفنان محمد صبحي. عيب، دول رموزنا. عيب لما محمد صبحي يتم معاه كده، ايمان البحر درويش يتم معاه كده. جرايه مين بقى اللي هيصلب براسه في البلد دي؟ ولا خلاص الروس ما تتنصبش غير للعصابه الحراميه اللي ماسكين البلد. نفس الحكايه اللي حصل مع باتريك. وانا نزلت بوست في الفيسبوك، يعني بعد ما اخد حبس احتياطي 2 سنين يطلع له حكم بسجن 3 سنين. الحقيقه انا اول ما عرفت ان اتحكم عليه بسجن 3 سنين باتريك جورج، انا عرفت هيتم ايه. طالما افرج عنه بعد حبس احتياطي 2 سنين وبعد كده تعمل له محاكمه بحكم 3 سنين، انا كتبت البوست ده، قلت السيسي لازم يحط التاتش بتاعه، ما ينفعش يتم الافراج عنه ويروح بيته كده. لا، لازم يعمل عمل ويقول للطلاينه احنا هنا. ايه التاتش بتاعه؟ انه يفرج عنه بعد كده بعفو رئاسي. وده اللي حصل بعد ما كتبت البوست. مفيش تاني يوم لقيت عفو رئاسي. طب وكلمني الاول، هو عفو الرئاسي عشان تنسى انت الحكم ان هو اتسجن سجن احتياطي 2 بدون وجه حق، فتقول يا هي السيسي افرج عنه. طب ما هو اللي سجنه 2 يا حبيبي. ما هو زي ما بيخطف لك بنت ويرجع لك بنت. اتخطفت البنت رجع السيسي رجعها. طب ما هو اللي خاطفها من الاساس. السيسي افرج عن باتريك. الله، طب ما باتريك هو اللي سجنه 2 بدون وجه حق. لا، الغباء الغير طبيعي طبعا عشان ينتشر في وكالات الانباء كلها ان السيسي عمل. بلا انا اتمنى ان باتريك جورج يطلع دلوقتي هو في ايطاليا واستقبلته ايطاليا وتمام واخد الجنسيه الايطاليه، ينفخ العالم دي، يقول الحاجات اللي بتحصل في مصر ايه، يقول اللي بيتم ايه. ده يا حبيبي اخدت 2 سجن احتياطي، المفروض ما يعدوش كده. نفس الكلام
فوجئت ان في شاب اسمه محمد محمود من نبارو، من بلد اسمها نبارو، اتاخذ في قسم نبارو. ما اعرفش القضيه ايه. بس انا الحقيقه انا شفت فيديو لاخوه طالع بيقول انا عايز حق اخويا، وبيطالب من مين؟ بيطالب رئيس الجمهوريه انه يجيب له حق اخوه. محمد محمود في نبارو، في اسم نبارو، تم صعقه بالكهرباء وتعذيبه لغايه ما مات. شاب مات في اسم نبارو من التعذيب، ايا كانت القضيه. هتقول لي ارهابي، هتقول لي اخوانجي، هتقول لي كذا، صعق بالكهرباء وتعذيب انا ارفضه. شوف، انا ضد الحكم الاخوان، وضد انهم يمسكوا الحكم، وضد الدوله الدينيه، لكن ارفض ان يتعذب اخواني، وارفض ان تتم ممارسات اخوانيه مع اي انسان، حتى لو مجرم سارق، حتى لو قاتل. لا، المجرم ليه حكم محكمه يتنفذ له، لكن صعق بالكهرباء، ضرب، تعذيب، لا، ده مرفوض وضد قيم حقوق الانسان وضد مواثيق حقوق الانسان اللي الدوله مضت عليها، وقعت عليها. احنا عايشين فين؟ المفروض ما فيش حاجه اسمها تعذيب في السجون او تعذيب حتى في مراكز واقسام الشرطه. الكلام ده لابد ان يتوقف. دي قله ادب ومهانه للبلد واللي بيحصل فيها. الحقيقه يعني انا برضو من خلال، انا احب اتابع دايما السياسيين واشوف اقوالهم ايه، حتى في حرب اكتوبر وغير حرب اكتوبر. طبعا في حرب اكتوبر انا شفت اسرار رهيبه ما كناش نعرفها زمان لما ما كانش في نت. كنا نعرف ان احنا انتصرنا في حرب 73، لكن ايه اللي حصل؟ لان الاعلام ما كان مخبي. يعني وصلنا وعبرنا وعدينا سينا، ده اللي عرفناه، لكن موضوع الثغره قليل يعني اللي كان يعرفه، يعني او اللي كان يعرفه ما كانش يعرف تفاصيله. يعني من 14 اكتوبر، من 11 اكتوبر ابتدت الامور تتغير، موضوع الثغره و14 ودخلوا، وكانت في بلاوي سودة عن اللي كان عايزه سعد الدين الشاذلي، وكان عايز يسحب اللواءين من الشرق، يرجعهم الغرب عشان تحمي وتخلص على الثغره. رفض ده السادات، ورفض ده اللي هو الجمسي، محمد عبد الغني الجمسي. انا عن نفسي برضو مع الراي ده، ان ما يسحبش اللواءين. يعني انا مش مع راي سعد الدين الشاذلي، ولكن انك انت تسمع سعد الدين الشاذلي وتسمع الجمسي بتفهم حاجات كتير. الحقيقه شخصيه محمد عبد الغني الجمسي شخصيه محترمه، يعني انت لما تسمعه تحس ان هو انسان محترم وفاهم. بس في جمله قالها تبين ان احنا بنعيد اسباب الهزيمه. بمعنى ايه؟ احنا انهزمنا ليه في 67، وازاي مصر عرفت تنجح. فانا نزلتها في دقيقه عندي في الريلز، في الشورت. محمد عبد الغني الجمسي بيقول لك ازاي ان جمال عبد الناصر هو اللي اعاد تكوين الجيش واعد الحرب اكتوبر اللي تمت في عهد السادات. فقال لك من اهم اسباب النصر، انه سحب الجندي من الحياه الميدانيه. يعني الجندي ما يشتغلش في الزراعه، ما يشتغلش في المقاولات، ما يشتغلش في الكهرباء والحاجات دي. الجندي يبقى مجند، ودي كان سر نجاح حرب 73. لان في النهايه احنا ايا كان في ثغره او في غير ثغره، في النهايه احنا حققنا انتصار ورجعنا سينا. طيب لما محمد عبد الغني الجمسي يقول لك ان سحب الجندي من الحياه المدنيه هو من اسباب نصر 73، كوني ارجع الجندي للحياه المدنيه يبقى ايه؟ يبقى انا بقتل الجيش المصري وبقتل كفاءه الجيش المصري، وده اللي بيحصل حاليا. فريق قائد الجمبري يا فندم، فريق الرز والشوكولاته يا فندم في الزرع، وبنشوف جنود بتبقى بتبيع في الشوارع وبتمول لك في بنزينة الوطنية. يبقى رجعت الجندي مرة تانية للحياة المدنية اللي هي كانت أسباب فشل الجندي المصري والجيش المصري في 67 وما سبقه من حروب هزمنا فيها. لما اتسحب وقعد في سكناته وقعد في تدريبه بقى في جندي. وبالفعل احنا دلوقتي بنعيد ده، بنبوظ الجيش المصري مرة تانية. دخلناه في البطاطا وفي الزراعة، ودخلناه في التموين الوطنية، ودخلناه في الجمبري، ودخلناه في المزارع السمكية وسحبناه من الأرض. في نفس الوقت اللي بهدلنا فلوس في شراء غواصات وطيارات ما بنستخدمهاش.
طب لمين؟ يعني لما قعدت يعني اسمع الجمسي، واكيد طبعا كل قادة الجيش بتسمع الجمسي، وعرفت ان من اسباب فشل الجيش هو اندراجه في الحياه المدنيه. يندرج دلوقتي في الحياه المدنيه تاني ليه؟ غير لما يكون في هدف سري تحطيم الجيش المصري. والمين؟ والمين؟ والمصلحه مين يتحطم الجيش المصري؟ الحقيقه لما اتكلمت انا عن محمد صبحي، اتكلمت عن ايمان البحردروش، اتكلمت عن الفنانين، وحتى اتكلمت عن محمد صبحي انه عمل افلام قبل كده عن عصور تعذيب، شارك في افلام عن اصول تعذيب صلاح نصر ايام جمال عبد الناصر. بتخيل كده معايا السينما بعد عصر السيسي. يعني لما السيسي يتكل على الله ومفيش بني ادم مخلد، يعني ان هو مات موتة ربنا، اتشال من الحكم، قعد طلع، لا مش قاعد، هو هيمشي. السينما هتكون ايه؟ يا خرابي على اللي هتشوفه، يا خرابي على اللي هتشوفه. هتطلع لك افلام اسوأ من الافلام اللي اتعملت عن عصر صلاح نصر، سواء فيلم الكرنك او ورا الشمس او احنا بتوع الاتوبيس او شروق وغروب او كل هتتعمل لك افلام، واعتقد ان هتبقى اسوأ فتره مرت بيها مصر، وهيتعمل لها افلام هي فتره عصر السيسي. لان anyway كان في عصر جمال عبد الناصر كان في ناس حافظه كرامتها وعايشه كويس، بغض النظر عن فئه الاخوان اللي هي كانت بتعاني نتيجه ان هي حاولت تغتاله قبل كده وحصل بينه وبينهم خلاف. لكن باقي عامه الشعب كان ما كانش فيه مشاكل، كان عادي وحافظ كرامته وكل حاجه، وكمان في لحمه وطنيه، وما كانش في حاجه اسمها في فتن طائفيه في البلد في ايام جمال عبد الناصر وقبله. لكن هذا العصر اللي هو عصر السيسي اللي هو قتل كل حاجه حلوه، قتل المروءه، قتل الشهامه، قتل الخلق. الخلق ده شيء يعني اعتباري، بمعنى انك ممكن تلاقي اخلاق في بلد ملحده زي اليابان وزي غيره، او هنديه او بتعبد البقره، في نفس الوقت ما بتلاقيش الاخلاق في دوله بتؤمن بدين من الاديان الابراهيميه. دي من الاديان الابراهيميه، تلاقي بقى تصوير ومخدرات وامن بيشرف على ده، وشيوخ بيبصموا على ده.